عسلامة، نشهد تكونوا كلكم بألف صحة وبخير. رجعت لكم كالعادة بفيديو جديد، والفيديو متاعنا بالنسبة اليوم باش يكون كسكسي بالعصبان ولا كسكسي بالدوارة يعمل 66 كيف. وتو ديريكت ما نطولش عليكم، نمشي مع بعضنا ديريكت المقادير وطريقة التحضير. كما نشوف هذوما هما المكونات نتاع الكسكسي اللي باش نعملوه. بالطبيعة باش نسحقوا العصبان، عندي كعبة سفنارية، كعبة بصل باش نسحقوا القرون فلفل باش نقليهم، عندي باش نستعمل 400 غرام كسكسي. وبالنسبة للكسكسي هذا كسكسي نتاع عولة، معناها حطيت شويه من بعد راهو يبذر. باش نسحقوا زاد الكميه باهيه نتاع فول، ونقولوا احنا مقدار نتاع صحفه صغيره. واللفاحات عندي مغرفتين كبار طماطم معجونه، مغرفه صغيره هريسه عربي، 3 مغارف صغار ماهيش مغرفه نتاع قهوه، هذه راهو مغرفه صغيره على الاخر، ملح، مغرفه صغيره زاد كركم، مغرفه صغيره فلفل احمر، وربع مغرفه صغيره فلفل اكحل. تو ديريكت نمشي مع بعضنا طريقه التحضير. وتوا اول حاجه باش نعملها باش ناخذ المغفول نتاعي والا طنجره الضغط. بالنسبه ليا الحقيقه باش نطيب في الكوكوت، باش نحط كميه باهيه نتاع زيت نباتي والا زيت زيتونه بالطبيعه نتوما، وباش مستانسين نطيبوا. وباش نحط نقلي قرون الفلفل من الاول. بالنسبه ليا الفلفل بالطبيعه نشقوه في الوسط ونملحوه بشويه باش ما يبداش المطعم نتاعو ماست. والفلفل نتاعي باش نقليه مشيرات الكل حتى لين ياخولي لون مزيان. وفي الاثناء باش نحط كميه الكسكسي باش نحطه في شقاله باش من بعد نغمه بالباهي بالماء. وبالنسبه للكسكسي علاش معناها حطيته من الاول بالكل، باش من بعد معناها كيف العصبان نتاعي يطيب نلقى ديجا الكسكسي هذاك معناها شاح في راحته، ما عادش مبلول تقوش عليها معناها ما بليتوش بالكل. طلعت قرون الفلفل اللي عندي سايت، او باش نحط البصله هذيك. بالنسبه للبصله اللي استعملتها بصله صغيرونه وقصيتها تكون متوسطه. وتم بقالي كان باش نحط كل شيء مع بعض، وباش نحط كميه الطماطم معجونه واللفاحات الكل فرد مره باش نعمل لهم هكا دوب تقليه صغيره. وعلى فكره بالنسبه للكسكسي بالعصبان رانا في دارنا معناها نعملوه في البارد، كيما نقولوا احنا نحطوا من الاول الماء الزيت معناها كل شيء نحطوه في البارد ونحطوا العصبان ونخليوه يطيب في عقله. بالنسبه لي المره دي قلت خلي نقليه معناها خلي نقلي الطماطم المعجونه والبصل. الحقيقه حسيت الكسكسي كي يبدا في البارد مطعم العصبان يكون معناه يبدا واضح اكثر. بالنسبه لي كما تشوفوا دوما قليت الطماطم معجونه مع البصل وخذوا لي هكا لون مزيان. وقتها وليت مرقت بالكميه الكافيه نتاع الماء، وباش نحط كميه العصبان اللي عندي. تو في نفس الوقت باش نعمل الفول. بالنسبه للفول راهو معناها حاجه اختياريه، اما بالنسبه ليا راجلي الحقيقه يحب برشا الفول الاخضر في الماكلات الكل، كسوا روز والا كسكسي ولا حاجه، قلت خلي نحط الفول هذاك. بالنسبه للفول عملت له عصره قارص وباش نحط نغليه في الماء. بالطبيعه ما تطيبوش مع الكسكسي سينو يسيب لكم لون غامق في الكسكسي نتاعكم. كيما ريتو زدت مرقت الطنجره نتاعي بالباهي بالماء. تو باش نعمل ثقب هكا في العصبان نتاعنا باش يدخل في وسطو التياب، وكيف كيف يبدا راوي من داخل بالمرقه ذاك نتاع الكسكسي. العصبان نتاعي بما انه الحجم نتاعو معناه كبير شويه، العصبانات معناه كبار، باش نحط نطيبهم في الكوكوت حكايه 4 دراج 20 دقيقه بالضبط. ونحل على الكوكوت نتاعي. بالطبيعه سينون نتوما كان ما عندكمش كوكوت العصبان تخليوه يطيب حكايه ساعه كيكه حتى لين يحضر ويبدا معناه طايب في حقه. تو كيما تشوفوا تعدت 20 دقيقه بالضبط، العصبان سي كيما تشوفوا فيه بريسك طايب اكثر من شطر تياب. تو بقى لي كان باش نحط الفول بالطبيعه زاد عمل غلوه كيما تشوفوا ديجا حتى من اللون نتاعو تبدل. تو بقى لي كان باش نحط كميه السفناريا قصيت هكا في كل كعبه معناها قصيتها على 4، ومن بعد باش نولي نحط الفول. وتا باش نخلي المرق نتاعي يغلي في عقله حتى لوين السفناريا هذيك تطيب. الفول زاده كيف كيف يكمل الطياب نتاعو، على خاطر الفول معناه جوست طيبته شطر الطياب، وشطر الطياب الثاني باش نطيبه في المرق. تو في نفس الوقت الكسكسي نتاعي سي معناه شايح بالباهي من كميه الماء ذيك اللي حطيتها له. تو بقى لي كان باش نفوحو ملح فلفل احمر رشه باهيه زيت زيتونه، وباش نقعد نبث فيه بالباهي داك الملح والفلفل الاحمر حتى لين ياخولي لون مزيان. وتاو الكسكسي نتاعي باش نحطو يفور توفيره برك ويكون حاضر حكايه هكاك ربع ساعه 4 دراج معناه ماكسيموم، ويكون مفور في راحته حاضر. بالنسبه للكسكسي ديما كي نعملو بالطريقه دي ما نفوروش معناه زوز تفيرات ولا حاجه، توفيره برك ويكون حاضر. بالطبيعه ما نساوش هكا الثقب هذوكم اللي نعملوهم في وسط الكسكاس نتاعنا باش الحبات نتاع الكسكسي الكل يوصل لهم للباخ ويفوروا في راحتهم.
وتوا تعديت ربع ساعة الكسكي نتاعي سي فور. تو مبقالي كي باش نعملو رشة باهية فلفل أكحل وتفرق على الآخر في البنة. والكسكي نتاعي باش نحطو في الشقالة وباش نسقيه. بالطبيعة قبل ما نسقيوه لازم نثريوه بالباهي باش ما يبداش فيه هكا كيما الكعابر. وباش نعطيكم على استوس بالنسبه للكسكي نتاعكم باش يجيكم هكا فاوح لونه مزيان، حاولوا كزيت هذاك اللي في المرق نتاعكم حاولوا باش تسعوه الكل. هذاك هو اللي تثريو به الكسكسي نتاعكم. يلسوفي ثريتو الكسكسي وقتها توليو تحطوا سقا على رواحكم حسب الرغبه. بالطبيعه الكسكسي فما شكون يحبوا معناه ممروق برشا، والا فما شكون يحبوا زي ناقص مرق. انتوما وكيفاش تحبوا الكسكسي نتاعكم. وتوا مبقالي كان باش نسقي الكسكسي نتاعي بالكميه الكافيه نتاع المرق وباش تشوفوه كيفاه جاي في طبق تقديم. بالطبيعه ديما نقول لكم كي تجيو باش تسقيو الكسكسي من الاول تحطوا المرق تحركوه بالباهي، بعد ما تحركوه تغطيوه بمنديله ومن بعد توليو تحطوه في طبق تقديم وتقدموه في الصحنه والا في تبسي. انتوما كيفاش باش تقدموا الكسكسي نتاعكم. ما شاء الله هذا الكسكي نتاعي في طبق تقديم، حطيت له السفنارية العصبان. بالنسبة للعصبان ما حبيتش هكا الكعبة نقسمها في اثنين، طيب في حقه ما حبيت على المنظر حبيت العصبانة هكا تكون كاملة. باش نحط قرون الفلفل الفول. سينو بالنسبة للفول راهو تنجموا تعوضوه بالحمص، لا تنجموا تعملوا الكسكي نتاعكم جوست عصبان وقرون فلفل مقليين زاد يبدا بنين على الاخر. بالنسبة ليا فما شكون يحب الخضرة معناها هذاك علاش حطيتها. هكا نكون وصلنا مع بعضنا نهاية الفيديو متاعنا بالنسبة لليوم. تم بقالي كيف شغلكم بالسلامة وإن شاء الله كل عام وانتم حين بألف خير.